منزل الدنا وداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا وداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليرفعوا به عن البلاء ثم على من حيثما استزامر يبرأ بلا بد وفاز بالغرام محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء محتاجة الأصحاب للشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب داعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بأم رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم إيمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نعم ولنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له الأمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان داري ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان ضري وأنزل الخير مكان شري وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تؤاخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أهل لغفلة لم يشركوا بك أهل وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لضعف يظهرون قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلصص الجوارح أفضاه لأقبح القبائح فلا تؤاخذهم بما لا ينقص ولهم بالذي لا ينفع يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجل جميع المسلمين ضرا لنا أخلا
والمسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقاء واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميع الناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وآخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وآخرنا بحبهم لوجهك وآخرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحظى ولنا مكارم الأخلاق مع التهادف بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعيد للصغير واجعل قلوبنا على التوالد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير المسلمين خاشعين والمؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وآخنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واحم وخذ وكفنا عن مظلمة ونجد كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرهوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع الصحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء يا من يكون دفع كل داء فلا تفارق من نبى الشفاء ودم عليه في المساء والصباح واخلصا تنل شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى